نجم كبير بيروح. في نادي الزمالك، نادي الاهلي جه طلب حسام باولو مثلا، تعالى يا باولو العب معانا. ماشي هتروح؟ اروح. فتره الانتقالات الشتويه مثلا النادي الاهلي قال لك تعالى يا باولو، هتروح؟ ما عنديش مشكله خالص، اروح لنادي كبير. بسالك بس بسالك سؤال، نجم كبير بيروح. في نادي الزمالك، نادي الاهلي جه طلب حسام باولو مثلا، تعالى يا باولو العب معانا. ماشي هتروح؟ اروح. هتروح اروح، عادي. ما عنديش مشكله. طب انت انت كنت خلاص هتروح نادي الزمالك، قبل الزمالك بقى على طول، لو كان جالك اهلي وزمالك كنت هتختار مين؟ الناديين بصراحه الفرقتين بينافسوا في افريقيا، بس انا انا انت انا كنت انا هتختار راجل مين؟ انا الاهلي راجل والزمالك في زملكاوي. وقتها، في الوقت اللي انت كنت فيه، انا مش راجل دلوقتي. انا راجل زملكاوي. اه. فانا لو جالي اهلي وزمالك كنت هفضل الزمالك، لاني كنت هلعب في الزمالك. طب لو الاهلي جالك انا هديك 100 مليون، انا مش هيشغلني الفلوس اكتر من هروح النادي يعني اللي انا تعالى يا بحبه. باولو، انت مثلا في منافسه هيشتروا باولو، وطبعا دايما بنشوفها، دايما اهلي وزمالك بيتنافسوا، مثلا لما في لعيب حد فيهم بيخش التاني بيخش عايز ياخده. فالزمالك جه قال لك انا مش هقدر دلوقتي، هديك مثلا 25 مليون، وده اللي هقدر عليه والكلام ده كله. جه النادي الاهلي قال لك انا هديك 100 مليون وتعالى. لا، هفضل النادي اللي انا بحبه بصراحه. مش يعني هتسيب هيفرق ال 100 مليون؟ مش هيفرق معايا الفلوس دلوقتي اه. اكتر ما هيفرق معايا النادي اللي انا بحبه والجمهور اللي انا بحبه. هتسيب 100 مليون اه طبعا. وهتسيب مثلا المنافسه على افريقيا وكاس عالم الانديه والكلام ده ما كله. هو اهلي نادي انا الزمالك برضو بكلمك ماشي بينافس. بينافس، بس الاهلي بكلمك وقتها بياخد بطولات وبيروح افريقيا وبياخد يروح كاس عالم والكلام ده كله. فانت هتسيب الفلوس والمشاركات دي وتروح الزمالك هو عشان بتحبه بفلوس اقل، مثلا الربع اللي هو هو 25 بص، مليون. انا كواحد من الناس، بس فكر المكان. فكر بعقلك قبل ما قلبك، انت في وقتها كنت هتعمل ايه؟ ما انا بقول لك اهو، المكان اللي انت بتحبه اه والمكان اللي انت نفسك تلعب فيه فهتروح له. ماشي، بس انت في وقتها زي ما بقول لك انت هتفكر برضو اكيد، مش هتاخد قرار على طول حب. ما في لعيبه دلوقتي في الدوري مثلا، دلوقتي في لعيبه في دلوقتي الدوري مثلا بتحب الزمالك وبتشجع الزمالك، والناس كلها عارفه ان هي مثلا بتحب الزمالك وتشجع الزمالك، وراحت الاهلي. خلاص دي بتاعته ه- بقى، هو هل ده، ما هو قراره ده هيقول هو. لك ده احنا في عالم الاحتراف، كلمه دلوقتي عالم الاحتراف دي هي اللي شغاله. ده انت ما فكرتش دلوقتي. بقى في حته عالم الاحتراف، اللي هو مثلا انا بحب الزمالكاوي وبحب الزمالك، بس انا برضو عايز ابني كارير وعايز ابني مسيره كويسه وعايز اخد فلوس كويسه امن بيها ما, مستقبلي؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه. مش ده تفكير برضو مو... ممكن انت تفكر فيه؟ معظم اللعيبه دلوقتي بتفكر في كده، بيلعب في نادي وده غلط ولا صح؟ والله دي بتاعت، يعني كل واحد وظروفه، وكل واحد مثلا والانتماء مش بتاعه. هتيجي قدام تندم؟ ما خلاص، ما هقول لك انا معلش، ما انا بلعب، اعتبر كنت بلعب ببلاش.